كلنا واحنا اطفال اتفرجنا على كرتون ميراكلس، بس بعد كده بقى فيه كرتون جديد اسمه جيد ارمر، ولو عايزين رأيي فيه ده اغبى واكتر كرتون مستفز انا شفته في حياتي، وكمان تقليد لكرتون ميراكلس. وهقول لكم دلوقتي ليه انا شايفه ان الكرتون ده كده. اولا القصه ان في بنت معاها البتاعه دي، انا مش فاكره اسمها في الكرتون كان ايه، والبتاعه دي فيها كائنات سحريه اسمها بيست كونز تقريبا، دول بيحولوها لبطله خارقه المفروض انها تنقذ الناس من شظايا الدرع بتاع درع الشرير، اللي بعد ما والدتها يعني حاربت اللورد كريمزون تقريبا ده كان اسمه، الدرع بتاعته اتكسرت وبقت منتشره في المدينه، ولما بيبقى في شظايا من الدرع دي بتقرب من حاجه بتخليها تتصرف تصرفات غريبه، تصرفات خارقه يعني، وهي المفروض تنقذ الناس من البقايا دي. وبعد كده الشرير ده قريبه بيعرف يرجعه تاني، والشرير ده بيعرف ان جيد ارمر جديده هي بنت جيد ارمر القديمه، وبيحاول ان هو يجمع الدرع بتاعه علشان يرجع تاني قوي ويقدر يبقى شرير تاني. وفي اشرار تانيين في الكرتون غير الشرير الاساسي للقصه يعني، وجيد ارمر هي المفروض البطله اللي تنقذ الناس دي كلهم. وكده بقى احداث الكرتون. بعد ما خلصنا القصه نتكلم عن احداث الكرتون. احداث الكرتون غبيه ومستفزه، وكل حلقه حرفيا فيها استفزاز مش طبيعي، ده غير ان في حلقات ملهاش اي لازمه مع اشرار اصلا مالهمش اي لازمه، واشرار مستفزين اصلا ملهاش علاقه بالقصه خالص، او ما بتفتش القصه بتاعتها ان هي تلاقي مامتها او اي حاجه في القصه عموما، بس هي موجوده، هي حلقه كده موجوده وخلاص. ده غير بقى ان الكرتون الغبيه اللي مش متوقعه، لان مستحيل اي حد طبيعي هيتوقع ان اصلا الطريقه ان هم يهزموا الشرير بيها كان ممكن يعملوها من اول الكرتون عادي. بس اهو احداث كتيره في الكرتون، اشرار مالهمش لازمه مستفزين، بطله غبيه، شرير غريب، كل حاجه انت عايزها حضرتك، والنهايه اغبى من ما تتصور. دلوقتي نتكلم عن ليه الكرتون ده شبه ميراكلس قوي. اولا هي معاها البتاعه دي اللي بتحولها لبطله خارقه، وعرض الازياء بتاعها ده لما تيجي تتحول لبطله خارقه نفس بالظبط اللي بيحصل في كرتون ميراكل. نتفهم من كرتون ميراكلس معاها الحلق ده اللي بيحولها لدعسوقه، وعرض الازياء ده اللي لما تيجي تتحول، هما الاثنين نفس الموضوع، عندهم حاجه بتتلبس بيبقى فيها كائن سحري بيحولهم لابطال، هما الاثنين نفس الموضوع. المفروض انها تتحول وتساعد الناس من الشظايا اللي بتعمل حاجات غريبه، او ان هي تبقى تصرفات خارقه، وده نفس تصرفات مارينيت اللي هي المفروض انها تنقذ الناس يعني من الحكومه اللي بتخلي الناس اشرار وعندهم قدره خارقه. والبطله بتحب واحد ابوه من عيله الشرير، وابوه بيتحكم فيه وعايز يشتغل ايه ويعمل ايه، وده شبه قوي ادريان، يعني القصه بتاعت مارينيت وادريان شبه بعض قوي هنا، حتى اصحابها شبه اصحاب مارينيت. المفروض انها بطله بتحاول تنقذ الناس، والمفروض ان محدش يعرف مين هي جيد ارمر الحقيقيه، ده نفس بالظبط كرتون ميراكلس ان هي الدعسوقه وما ينفعش حد يعرف مين الدعسوقه اصلا، بس اصحابها عارفين زي اصحاب مارينيت برضو ما عارفين. الكرتون ده هو شبه مارينيت او نسخه من مارينيت، بس الاختلاف بقى ايه، ان مارينيت على الاقل كان ليه قصه شويه، او كان ليه احداث شويه على الاقل، اما هنا مفيش احداث، مفيش قصه، مفيش اي حاجه، حتى الشخصيات مستفزه، حتى نهايه الكرتون مستفزه، كل حاجه في الكرتون ده مستفزه وغبيه. انت حاجه محيراني قوي يعني، انا في لو من ضمن الحاجات الكتير اللي محيراني في القصه وكل حاجه، في حاجه محيراني قوي، اللي هو انا نفسي اعرف ليه لما الشرير خلاص بقى بينقذوا الناس وكل حاجه جميله، ليه ما تاخدش الشرير، ليه بتسيب قريب وياخده ويمشي بيه؟ نفسي افهمها دي يعني ليه. يعني اعتقد ان هو لو كان في كرتون ميراكلس الموضوع ده كنا خلاص الكرتون من زمان، بس هي خلاص كده تنقذ الناس وكل حاجه تمام، بس تسيب الشرير يمشي مع قريبه عادي بدل ما تمنعه، حاجه غبيه ومستفزه. يعني الكرتون باختصار هو شبه مارينيت كرتون ميراكلس، الشخصيات في الصحاب، حتى الشخصيه دي شبه كلوي، حتى مامتها شبه مامة كلوي، يعني كله شبه بعضه، اصحابها شبه اصحاب مارينيت، الشخصيه شبه شخصيه مارينيت بس هي على اغبى، يعني هي شايفين شخصيه مارينيت عامله ازاي غبيه وفيها تصرفات كتير قوي مستفزه، دي بقى اغبى من مارينيت في كل حاجه، في تصرفات انها تبقى بطله، كل حاجه شخصيتها مستفزه بطريقه غريبه في كل الكرتون. ده غير بقى الحاجات الكتير اللي ملهاش لازمه، اللي هي اصلا بتواجه فيها اشرار مستفزين ملهمش لازمه، اهدافهم غبيه جدا، الشخصيات وطريقتهم المستفزه اللي في كل الحلقات، يعني كل الحلقات لو انت اتفرجت على كل الكرتون هتلاقي ان في شخصيات كتير اهدافها مستفزه، شريره بطريقه غبيه، حتى البطله تصرفاتها غبيه، الشخصيات اصحابها شخصياتهم غبيه، كله غبي مستفز، كل الكرتون غريب. حتى النهايه مش حلوه، يعني النهايه ما عجبتنيش، يعني النهايه دي متوقعه، لان مفيش حد طبيعي هيتوقع النهايه دي، لان النهايه دي اصلا لو دي كانت النهايه كانت ممكن اصلا دي الكرتون يخلص من اول الحلقه، يعني ليه؟ باختصار القصه كانت ممكن تبقى حلوه شويه، لكن الاحداث بتاعت الكرتون مستفزه، الشخصيات مستفزه، كل حاجه مستفزه في الكرتون، يعني مفيش اي حاجه عجباني في الكرتون ده خالص، كل شخصيات تصرفاتها غبيه، حتى في شخصيات يعني مثلا شريره مثلا اهدافها تافهه جدا، يعني ملهاش اهداف يعني قويه، لا اهدافها تافهه وليها حلقات كتير قوي ملهاش لازمه، الحلقات اللي ممكن تفيد الكرتون بتبقى يعني قليله شويه، وبرده بيبقى فيها احداث تافهه. وفي النهايه ده رايي، شاركوني انتوا رايكم، قولوا ايه رايكم في الكرتون، وايه اكتر شخصيه بتحبوها او بتكرهوها في الكرتون ده. شكرا، باي باي.